السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، آمين. ازيكم حبايبي واخواتي في الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بعيد فيديو تصوير فيديو لتاني مرة بعد سنتين واكتر. الفيديو ده خاص بالمكنسة والشغل اللي فيها يعني. انا طبعا بعمل لكم فيديوهات عن المكنسات وفيها شوية حاجات للبنات اللي مش عارفة او المبتدئات او كده. الزرار ده وانا كنت من اوائل الناس اللي مصورة الفيديو بتاع بتاع ده والله. يعني كان البتاع ده اسمه البلاور. لو في حد ما يعرفوش يعني، البلاور ده الجهاز اللي هو اللي بينطر التراب او بيطرد التراب، اللي هو بيطلع هوا يعني، مش بيشفط هوا. المكنسة شفط، انما هنا البلاور ده يعني بيطرد لك ايه، بيجيب لك هوا. يعني مكنسة بتشفط التراب والهوا، ده بقى بيطرد التراب بالهوا. الزرار ده مش في كل المكنسات، خلي بالكم. انا لما كنت سألت واحد بتاع اجهزة كهربائية، قال لي هو فعلا بلاور وكل حاجة، بس يعني نوعا ما بيبقى ايه ضعيف على حسب ايه قوة المكنسة نفسها، بس بيقضي الغرض. يعني انا جربته لما صورت معاكم الفيديو قبل كده. ناس كتير انبسطت وشكرت لي فيه، لكن المعلومة كانت لسه جديدة بالنسبة لي، انا كمان كانت لسه جديدة يعني. فهو الكلمة نفسها لما لفتت انتباهي وسألته، قال لي هو فعلا بلاور وكده. يعني انا لما باجي اجيب معلومة بحاول اجيبها من مصدرها. بس قلت له ان مكنستي الجديده كانت ما في توشيبا، في الحاجات القديمه موجوده عادي، انما في مكنسه انا جديده توشيبا جديده جيت ادور عليها مش لقيتها فيه. قال لي المكنسات الجديده تقريبا مش موجوده فيه. فدي حاجه مش عارفه صراحه حلوه ولا وحشه. المهم هنعرف ازاي هنشغله دلوقتي. هنجيب المكنسه عادي زي ما هي، وهنروح فكين الخرطوم بتاعها ده من هنا اهو، وهنروح عاملين ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، من هنا كده. هتحاولي بصوا، هو هتلاقوه بيعصلك شويه، مش عارفه هي الشمس ضاربه معاكم. انا بعدت عن الشمس شويه. بصوا اهو، بصوا هو هتبقى رخمه شويه معلش اهي. في ناس هتلاقيها بتتركب عندها على طول، وفي ناس لا، هو لازم علشان يتحشر زي التاني، لان هنا ملوش زرار كابس اهو. اتاكدي ان هي اتحشرت تمام الحشر عشان ما تفكش منك اهي. هتيجي بقى ايه تشتغلي بيها، طبعا مش بالجزء ده. الجزء ده مش ليه لازمه في الشهر. هو الكلام ده عشان احنا مثلا لو عايزين ننضف بيه شباك او حاجه، فاحنا هنفك الجزء الحديد المعدن ده، وهنيجي عند المكنسه هنطلع الحاجه بتاعتها من الدرج. اي بقى ايه مثلا عايزه، اللهم صل على النبي، دي الفرشه دي اللي بتنضف مثلا الشيش اهي، ماشي، وتنضفي بيها. او دي بتاعه الستاير والانتريهات اهي، ودي بتاعه اللهم صل على النبي الاماكن الضيقه. ممكن برضو انا بعمل بيها ايه بقى، عندي الشباك الالوميتال. المهم هنشوف سوا يعني هي بتعمل ايه اهي. هنشغلها، بسم الله الرحمن الرحيم. تسمعوا دوشه، بس ايه الفكره هنا، ان مش في الدوشه بقى، الفكره في ان هي هتشتغل ولا لا. ادينا ركبناها اهو، الجهاز اهو، القطعه قصدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول قبل ما نشغلها هنختار الزرار المطلوب من هنا. دي او احنا بنكنس هنعمل بالزراير. يعني هنا احنا عايزين مثلا دي الاصوات بتاعتها، دي الكاربت السجاد، فلور ده الارض، الصوفة دي اللي هي الانتريهات، والكنب الكورتين ده اللي هي الستاير. المهم انا هعملها عليها عشان برضو الصوت ماشي اهي. وهروح دايسه على الزرار، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا هنا بتطرد مش بتشفط اهي. يعني مثلا في حته فله في الارض اهي، مش عارفه سامعيني ولا لا. بصوا بتطردها
في قوة طرد عالية فيها اهي. بصوا انا مش عايزه اطول عليكم في الفيديو، بس الفكره هنا ان انا بوريكم ان دي شغاله فعلا بلور بتاع قوه الطرد بتاعتها عاليه يعني هنا اهي، بس هي شغاله. انا مجرباها، هجربها لكم في ايه، مش هعرف اطلعها البلكونه يعني. هي بقى انت هتنفع معاكي وانت بتعملي الشيش مثلا، الشباك، السلك، بالفرشه دي وانت بتنضفي اهي. قوه الطرد بتاعتها بصوا شديده. ابني خاف على الفله بتاعته. طبعا انا عايزه اقول لكم على حاجه، ان بعد ما بتخلصي عادي بتشيلي بتشيلي دي من مكانها وتركبيها تاني اهي. بصوا انا كنت حشراها وكل حاجه بترجع مكانها تاني، بتركبيها عادي مكانها عادي بس، وبتشتغلي بيها بقى شفط عادي زي ما هي، بتركبي كل حاجه مكانها وترجعي القطعه اللي انت شغاله بيها مكانها. انا بس حبيت اوصل لكم الفكره ويعني واتمنى انها تكون وصلت لكم يعني. انا كده وريتكم المعلومه، صورتها تاني عشان اللي ما شافهاش يشوفها والناس كلها تستفيد. يا رب يكون المعلومه عجبتكم واستفدتوا منها. مش تنسوني بقى عشان انا قناتي مظلومه جدا يعني والله، وانا فعلا مقصره فيها، بس والله من الاحباط عشان القناه التانية اتقفلت وعشان انا كمان حامل وكده، فالواحد بيكسل وبيجيله هبوط انه يعمل الفيديوهات دي تاني، انه خصوصا انه صورها وتعب فيها قبل كده. حتى انا مش بديها حقها، مش عارفه اديها حقها الفيديوهات زي ما اديتها قبل كده. وطبعا انا صاحيه الصبح عشان اصور قبل الدوشه، فالدوشه صحيت لي برضو. معلش على الاصوات اللي بتطلع في الفيديو. المهم انا مش هكبر الا بيكم وبدعمكم. لو عجبك الفيديو مش تنسيني باللايك، ولو عايزه اي استفسار اساليني في الكومنتات تحت. لو اول مره بتشوفي القناه، لو انتي مشتركه عندي دوسي لايك وحطي كومنت ظريف وجميل منك تشجيعا مني. لو اول مره بتشوفي القناه انتي دوسي بقى اشتراك وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وبرده مش تنسيني باللايك. اللايك ده بقى يا جماعه والله هو مجرد ما ايه، حاجه بس يعني تفتح نفس الواحد انه يعمل لكم فيديوهات جديده. اللهم صل على النبي. انا خلصت الفيديو. طبعا انا مش مصوره في شقتي، هو انا استغلت الفرصه ان انا عند ماما، فقلت اصوركم كام فيديو عن المكنسه كده وهنزله لكم على مراحل، لان انا مكنستي فيها حاجات غير حاجات مكنسه ماما، وهحاول بقى الباقي ابقى اصوره لكم في شقتي ان شاء الله يعني ان صورته يعني. كده اكون خلصت الفيديو. يا رب اكون ما طولتش عليكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.